مصر والجزائر ومباراة كده يستحيل تكون مباراة ودية، لا ده نهائي ونهائي على أعلى مستوى، بتنظيم على أعلى مستوى، بحضور جماهيري عالي جدا، بمتعة على أرض الملعب وشراسة وحماس وكورة ولعب وروح عالية جدا 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 من كلا المنتخبين. يخلينا نقول انه لا دي مش مباراة ودية، دي مش مباراة استعدادا لبطولة افريقيا، لا ده نهائي افريقيا، لا ده بطولة رسمية، ده بطولة بطابع المباريات او مباراة بطابع المباريات الرسمية. النهارده منتخب مصر بيقدم واحدة من اجمل المباريات تحت قيادة فيتوريا قدام منتخب من اكبر المنتخبات العربية، منتخب الجزائر، اللي خلينا نقول كده ان اكتر المتفائلين كان بيقولك ان احنا ممكن يعني ايه نتغلب مثلا فرق هدف، نتعادل ويكون ادائنا مش اللي هو. النهارده انت ب10 لعيبه، 10 لعيبه بس قدام المنتخب الجزائري قدرت تقول ان انا الاكبر، ان انا الافضل، ان انا الاحسن، ان انا الاجمد من المنتخب الجزائري بكامل نجومه. عندنا نجوم على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا كوره على اعلى مستوى، معانا مدرب روي فيتوريا خلينا نقول ان هو هياخد مصر ان شاء الله لمكان كويس جدا، ولكن محتاج الدعم من الجماهير والمسانده من الجماهير، وان هو يعني يلاقي الدعم الكافي لانه يعمل حاجه. فعلا هيعمل شغل عالي جدا مع المنتخب. النهارده خلينا نقول ان منتخبنا كان في بدايه المباراه وبدايه الشوط الثاني اول 10 دقايق ربع ساعه كده ما كانش الطف حاجه في بدايه الشوطين، ولكن اللي بعد كده كان كله جميل. يعيب منتخبنا النهارده عدم استغلال الفرص. كان عندنا النهارده فرصه اننا نفوز على الجزائر بهدفين وثلاثه واربعه بمنتهى السهوله جدا، ضيعنا فرص كتيره جدا. قبل هدف الجزائر، هدف التعادل اللي جه في الدقيقه 95، قبله بدقيقه بالظبط كان عندك فرصه انك تسجل الهدف الثاني مستريح. مرموش معاه كوره لو بس لعبها بالعرض لحسين الشحات، اصبح حسين الشحات مواجهه بالمرمى فاضي. لمسه جول الثاني لمنتخب مصر، هدفين مقابل لا شيء. شكرا لم ورقك، منتخب مصر فاز على الجزائر. ده لو احنا يعني نسينا كميه الفرص اللي ضيعها المنتخب المصري، ولكن مرموش بيختار قرار التسديد. خلينا نقول ان لما حمدي فتحي طلع في نهايه المباراه ونزل طارق حامد، خط الوسط اتفتح. حمدي فتحي بادواره اللي بين الاتنين مدافعين مهمه جدا وقويه جدا، وده خلانا نشوف مهاجم الجزائر بيطلع من اعلى نقطة ومعهوش رقابة ومعهوش اي لعيبة وبيسجل هدف التعادل للجزائر. خروج حمدي فتحي من وجهة نظري كان قرار غير صائب. طارق حامد لما نزل ما سدش مكان حمدي فتحي. محمد صلاح بيقدم مباراة خلينا نقول انها من افضل مبارياته مع المنتخب. النهارده كنت حاسس محمد صلاح مش خايف على رجله، بيلعب بكل قوة وبكل حماس وبيجري وبيعمل مجهود بدني عالي جدا. طول الكورة في بعض من الاوقات في رجله ما كانش ليها لازمه، زي تريزيجيه، زي مرموش، زي اكتر من لعيبه في المنتخب. وده من ضمن الحاجات اللي كانت بتعيب منتخب مصر النهارده، ان الكره كانت بتطول في رجلنا كتير، وان كان في مساحات شويه بين اللعيبه على ارض الملعب. ولكن فيما عدا ذلك عندنا شويه مشاكل في الدفاع محتاجين انهم يتحلوا. بنلعب على الكرة الثابتة كويس جدا جدا جدا. المنتخب ليه شكل، ليه شخصية، ليه هيبة، بنوصل، بنهدد، بنسجل. محتاجين بقى نلعب شوية على الشق الدفاعي، نلعب شوية على استغلال الفرص. واحدة في العارضة من محمد صلاح، مصطفى محمد بانفراد بيضيعها بشكل غريب جدا، كانت المفروض تشيب على طول، بقت جول. بنتكلم على كل ده في الشوط الاول. تسديده من تريزيجيه، حاجات كده حلوه وحاجات لذيذه. نلعب شويه على الفينش، نشتغل شويه على الفينش. اعتقد فيتوريا واخد منتخب مصر الحته حلوه جدا جدا جدا. مباراه قويه جدا استعدادا افريقيا ما بين مصر والجزائر، مباراه تليق بمنتخبين كبيرين زي مصر والجزائر. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت. كنت معاكم احمد حبيبه، سلام.